يو الدراري، رجعنا لكم فيديو جديد، وهذه المرة مع حدث UFC 313 واخيرا انكل لايف ضد أليكس بيريرا. واحد الفايت اللي تقريبا احنا عام كنستناوه، شحال من مرة كنقول بلي انكل لايف غيلعب مع أليكس بيريرا، ولكن اخيرا كيلعب معاه وغيكون نهار السبت 8 مارس. نروح التحليل بسيط للفايت، نشوف كيفاش غيخرج الفايت، شكون اللي غيربح. ولو انه هذا الفايت متقارب بزاف من واحد الناحيه، الا انكل لايف قرر انه يستعمل سترايكينغ مع أليكس بيريرا ما كنظنش غيربح. فأليكس بيريرا نقدر نقول لك افضل سترايكرز حاليا في اليو اف سي، فانك تمشي معه واقف من ناحيه سترايكينغ كنظن بلي انكل لايف غيدير اكبر خطا واللي يقدر يتنوك عليه. ولكن الا انكل لايف استعمل الرسلينغ ديالو خلطوا مع السترايكينغ كنظن بلي غيربح هذا الفايت. فانا بالنسبه لي شكون اللي باغي يربح، فانا كنفضل نربح أليكس بيريرا، مزيانه للفئه ومزيانه حتى لينا باش نقدر نشوفوا الفايت ديالو مع يمكن مع جون جونز ولا مع توم اسبيران ولا حتى دي يقدر يطلع اللايت هافي ويت يلعب مع أليكس بيريرا. ولكن شكون اللي كنتوقع غيربح؟ صراحه حتى التوقع ديالي كنظن بلي أليكس بيريرا يقدر يديها، لان انكل لايف باللي باغي سترايكي مع أليكس بيريرا وما كنظنش غادي يربح معركه ديال سترايكينغ مع أليكس الا لو خلطها مع الجرابلينغ ديالو. كنتوقع أليكس بيريرا غادي يربح هاد الفايت. ندوزو الفايت اللي موراه. بالنسبه للفايت اللي موراه عندنا جيتشي ورافائيل فيزيف. الفايت الثاني ديالهم، الفايت الاول كان ربحوا جيتشي بواحد الطريقه اللي شوكات كلشي، بالرغم من ان رافائيل فيزيف من احسن سترايكرز اللي كاينين في اللايت هافي ويت، عنده واحد المواي تاي خيالي، ولكن الخبره ديال جيتشي خلته يربح الفايت الاول بسبب ان رافائيل الستامينا ديالو في اخر الفايت نزلت، بالتالي الفوليوم ديالو ولا عدد اللكمات ولا الدامج اللي دارو جيتشي على رافائيل فيزي في الفايت الاول ديالو كان كبير، لدرجه حتى الجوله الاولى اللي كان ربحها فيزي وقيل حتى الثانيه كان ربحها محات كاع داكشي والفايت خداه جيتشي. بالنسبه لجيتشي اخيرا غيرجع من بعد عام من الفايت ديالو مع ماكس هولوي اللي كانت نوكا فيه، وكان اصلا ماكس هولوي كان رابح الفايت وكان ماكس غيربح بلا ديك النوكاوت، لكن احنا عارفين ماكس هز عليه الاستعراض وكذا، فعيط لجيتشي لوسط الحلبة وجيتشي تنوكا في اخر الراوند 5، وجيتشي كيرجع لنا من بعد عام تقريبا وغيلعب ريماتش مع فيزيف. وفيزيف حتى هو وقعت له واحد الاصابه في اخر فايت ديالو كان خسرو، وكان خسر الفايت اللي قبلو مع جيتشي، عنده جوج خسارات متتاليه. واش الريماتش ديالو مع جيتشي غيديه؟ كنظن رافائيل تعلم من الاخطاء اللي دارهم مع جيتشي في الفايت ديالو الاولى، وسترايكينغ ديالو احنا عارفين سترايكينغ ديال رافائيل فيزيف من احسن سترايكرز اللي كاين في اللايت وايت حاليا، وحتى قبل ما يلعب مع جيتشي. فكنظن هاد الفايت غادي يديه رافائيل فيزيف، وغتكون فايت رافائيل فيزيف احسن من الفايت الاولى. واش غيديه نوكاوت ولا لا ما كنظنش، مي غيدي قرار الحكام في هذا الريماتش الثاني ديالهم. وكاين واحد الفايت اخر اللي انا صراحه مانتريسي به، اللي هو الفايت ما بين موريسيو روفي، كنظن سميتو كتنطق بحال هكا، ضد كين جرين. موريسيو روفي من احسن المقاتلين اللي صاعدين حاليا في الفئه ديال اللايت هافي ويت، اصلا عامر بالوحوش، فعنده 11 الفوز وواحد الخساره، 10 من دوك 11 الفوز اللي عنده نوكاوت. مقاتل موهوب، الا شفتوا غير الهايلايتس ديالو ف كيقولوا ليه نيكست ماغريغر من ناحيه سترايكينغ، فمقاتل رائع. واش المصارعه ديالو ما عرفتش، مي هو من التيم ديال فايتين نيردز، واحد التيم اللي ناضيه عمره بمقاتلين ناضيين بزاف. عندك جين سيلفا، كايو بوهايو، هادو كاملين مقاتلين واعرين، وحتى هو موريسيو روفي من احسن المقاتلين اللي صاعدين حاليا في لايت ويت. كنشوف غادي يربح نوكاوت للكين جرين بكل سهوله، وغيدوز للنيكست اوبوننتس ديالو غالبا غادي يكونوا في توب 10، وغنشوفوه يمكن مع واحد من المقاتلين اللي كاينين في التوب 5 من بعدها. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا التحليل البسيط اللي حاولت نديرو لليو اف سي 311.
ما عرفت شنو كيبان لكم نتوما شكون اللي غيربح. خليونا في الكومونت، في الكومونتيرز شكون اللي كتشوفوا غيربح في هذه البطاقه. غنشوفكم في التحليل من بعد البطاقه. see you.